أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. كتير بنسمع كلمة اصبر وبنحس إنها كلمة تقيلة ومملة وكأنها حكم بالإعدام على مشاعرنا، لكن الحقيقة الصبر مش إنك تسكت وإنت مقهور. الصبر هو حبس النفس عن السخط، إنك تكون بتواجه عاصفة جوه قلبك بس ملامحك وهدوءك بيقولوا أنا واثق في ربنا. الصبر هو الضياء اللي بينورلك الطريق لما الدنيا تضلم تماما، ولولاه كان زماننا انكسرنا من أول مطب. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الصبر في القرآن ما كانش بيدينا مجرد وعود عادية، ولكن حطلنا قاعدة مذهلة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيلوا إن الصلاة ليها أجر والصدقة كمان ليها أجر معلوم، إلا الصبر ربنا ساب أجره مفتوح بغير حساب. ليه؟ لأن الصبر هو العبادة الوحيدة اللي بتختبر ثباتك في عز الوجع. ربنا بيقولك انت صبرت علشاني وانا هكرمك كرم يليق بجلالي ملوش حدود ولا قيود. اعظم درس في الصبر هو قصة سيدنا ايوب عليه السلام. رجل فقد ماله وولاده وصحته وفضل في المحنة دي سنين طويلة جدا. كان ممكن يشتكي، كان ممكن ييأس، لكن علمنا ادب الصبر. لما دعا ربه ما قالش يا رب انا تعبت، قال بمنتهى الرقي: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اعتراف بالوجع مع يقين كامل في رحمة ربنا، والنتيجة ربنا مش بس شفاه، ده ردله أهله ومثله معهم، وخلت ذكره كأيقونة للصبر لكل الأجيال. الصبر الجميل هو اللي ملوش شكوى لغير الله. لو بتمر بضيق مالي أو وجع صحي أو حتى تأخر في حلم بتتمناه، افتكر إن الصبر هو اللي بيبني شخصيتك، وهو اللي بيخلي طعم الوصول أحلى بكتير. خليك واثق إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش أجر من أحسن عمل، وإن الصبر هو المفتاح الوحيد اللي بيفتح أبواب الفرج المستحيل. جربوا النهاردة إنكم ما تشتكوش من حالكم وقولوا يا رب أفرغ علينا صبر، يومكم كله فرج وبشر.